السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. احنا النهاردة في اكبر واحة طبيعية في مصر، في اقليم شمال الصعيد اللي بيضم 3 محافظات: الفيوم وبني سويف والمنيا. احنا في محافظة الفيوم، من اجمل الاماكن والمزارات الموجودة في مصر، اجمل الاماكن الطبيعية. يكفي انكم تعرفوا ان الفيوم فيها 3 محميات طبيعية: محمية بحيرة قارون اللي احنا ماشيين على ضفافها دلوقتي، ومحمية وادي الريان اللي في الطريق إليها، ومحمية وادي الحيتان المسجلة ضمن مواقع التراث العالمي اللي هنبقى نروحها مرة تانية إن شاء الله. الجو المعتدل والقرب من القاهرة خلى الفيوم ملكة رحلات اليوم الواحد. 1.5 ساعة من القاهرة بتبقى هنا. الفيوم بيرجع عمرها لأكتر من 40 مليون سنة. تخيلوا، أكتر من 40 مليون سنة. علشان كده الفيوم فيها آثار من كل العصور، فيها آثار فرعونية، وفيها آثار من العصر اليوناني والروماني، وفيها آثار من العصر الإسلامي والقبطي. بحيرة قارون بتوجد شمال مدينة الفيوم، بتبعد عنها 27 كيلو. بتعد ثالث أكبر البحيرات في مصر، بتبلغ مساحتها 2800 كيلو متر مربع. بحيرة موغلة في القدم، كانت بتغطي مساحة منخفض الفيوم بالكامل. تعتبر جد البحر المتوسط، ونظرا لعوامل المناخ تم تقليص المساحة لتصل للوضع الحالي. النهاردة احنا رايحين نشوف شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة اللي موجودة في مصر. في هنا مجموعة من المصنوعات اليدوية المشهورة بها الفيوم. الناس بتحب تشتري حاجة كتذكار من المكان، تفكرها باللحظات الحلوة اللي بتضيعها هنا. زي ما احنا شايفين، قلل بألوان ولا أجمل، وأواني من الفخار اللي بتشتهر بيه الفيوم. بعد إن شاء الله ما هنشوف الشلالات هنروح مكان عالمي، عالمي بمعنى الكلمة، مركز لصناعة الفخار مشهور في العالم كله. بنلاقي حاجات جميلة، طبل وجمال ومنتجات رخوص. لكن تعالوا نروح نشوف الطبيعة البكر وجمال وروعة وادي الريان. تم تطوير منطقة الشلالات، اتعمل هنا عظمة بصراحة. وبنرجو من رواد المكان، أي مكان حلو في بلدنا نتمنى الناس تحافظ عليه. الطبيعة والأجواء هنا بتنحت فن بيسموه فن الطبيعة. الصخور الموجودة في الفيوم هي صخور من الحجر الجيري، ودي صخور رسوبية اتشكلت عبر الأزمنة، وممكن تاخد أشكال زي اللي موجودة قدامنا دي كأنها منحوتة. دي جابوها من محمية قارون اللي شفناها واحنا جايين، عملية بيسموها كونكريشن، لأن من خلال الرواسب المعدنية المتراكمة من خلال الأمطار أو السلوك بتتكون الصخور دي وتتنحت بالأشكال دي. وأشهر مثال موجود هنا في الفيوم هو وادي البطيخ. سموه كده لأننا بنلاقي آلاف الصخور مرصوصة طبيعيا جنب بعض ومستديرة الشكل، علشان كده سموه وادي البطيخ زي ما احنا شايفين. احنا هنا داخل محمية وادي الريان اللي انشئت على مساحة 1759 كيلو متر مربع للحفاظ على التنوع الطبيعي الموجود في المكان. بيوجد في المحمية خلاف البحيرة العليا والبحيرة السفلى والشلالات اللي كلنا عارفينها، في مكان اسمه البحيرة المسحورة، وفي جبل المدورة، وفي وادي الحيتان، ودي منطقة تراث عالمي إن شاء الله نبقى نروحها. في سنة 1973 الحكومة نفذت مشروع لتخزين مياه الصرف الزراعي وتجميعها داخل بحيرة صناعية، فاتكونت البحيرة العليا. البحيرة العليا لما اتملت والمية زادت، ولأن طبيعة أرض الفيوم إنها منخفضة عن سطح البحر، مش بس كده، حتى الأراضي نفسها في الفيوم مختلفة المناسيب، فاتكونت شلالات وادي الريان، ومع الوقت اتكونت البحيرة السفلى الموجودة أسفل الشلالات. فبقى عندنا المشهد البديع ده، بحيرة عليا ومنطقة شلالات اتكونت في الحجر الجيري، وأسفل الشلالات البحيرة السفلى.
المية دي اللي جاية من البحيرة العليا عملت ليها مسارين في الحجر الجيري. مسار كون الشلال الكبير ده، تعالوا نمشي معاه ونشوفه من قريب. شايفين المية بتنحدر منه لمنسوب أقل، وفي شلال أصغر منه عمل قناة صغيرة علشان يصب في البحيرة السفلى. المية بقى بتنزل جاية من هنا، تمشي تقوم نازلة الشلال، شايفين الجمال؟ ايوه اهو شلال تاني فين؟ خش فين؟ تمشي بقى لغاية ما تصب في البحيرة. البحيرة هناك اهي لو شايفينها. تعالوا بقى نمشي في المسار التاني للمية، المسار اللي جاي من البحيرة العليا. خلينا ماشيين مع المية كده. نمشي مع انحدار المية لغاية الشلال التاني اهو. الشلال التاني شايفين نفس الحكاية، المية بتنحدر لغاية ما تنزل في القناة مع مية الشلال الاولاني لغاية ما توصل المية للبحيرة السفلى. الفرع التاني اللي جاي من الفرع العالي برضه نفس الحكاية، تاني ماشي ده اصغر واحد. اهو هنا ده. تعالوا بقى نشوف الشلالين مع بعض. شايفين الجمال؟ او بحيرة عليا ومنها للشلالات، ومن الشلالات لقناة في الحجر لغاية ما توصل المية
للبحيرة السفلى. شايفين الجمال؟ وعملوا قعدات هنا، وفي برجولات لو عايزين تفرشوا وتقعدوا تحتها. شغل جديد 100 بصراحة، منظر خرافي. من الحاجات الممتعة اللي بتتعمل هنا عمل جولة بالمراكب في البحيرة السفلى. تعالوا نعملها. شايفين الجمال؟ في سياحة هنا وفي بحيرة قارون اسمها مراقبة الطيور. مجموعة كبيرة من الطيور بتيجي هنا سواء للإقامة أو في موسم الهجرة. في موسم الهجرة تقعد لها كام شهر هنا للإقامة أو التقاصر. ومن أشهر الطيور طائر الفلامينجو الجميل وطائر النورس، وفي أكتر من 130 نوع تاني من الطيور. شيء رائع وبديع فعلا. مصر جميلة. كمية الطيور دي اهو، الابيض اللي هناك ده كله طيور، واللي هناك ده شايفها الله الله الله. يا ولد عالصحبة يا لالي صحبة دي عايزين شوية حبة ليا حبة قهد على عيني على ليلي على طرانات. قول اخر اغنيه ليك يا سليمان. اخر حاجه بالله عليك. اخر حفله. اخر ليك هيطلع الجاي ان شاء الله. في مكان بقى بيتعمل فيه تزحلق او تزلق على الرمال. تعالوا نشوفه. هنا في مساحات شاسعة من الكثبان الرملية على واحدة من أكبر البحيرات الطبيعية. موقع خلاب لممارسة رياضة التزحلق أو التزلج على الرمال. نوع من الرياضات بتستخدم بوردات أو ألواح بتشبه البوردات المستخدمة في التزحلق على الجليد. رياضة التزحلق على الرمال منتشرة في كل البلاد والمناطق الصحراوية على مستوى العالم، وأصبحت منتشرة في دول الخليج، وأصبح ليها مهرجان سنوي بيتعمل هنا في وادي الريان في شهر ديسمبر من كل سنة. مقاييس المهارة في التزحلق على الرمال هي قوة الاتزان وعدم السقوط. الألواح بتبقى مصنوعة من الفرومايكا أو اللاميتكس. الألواح بيتم دهنها من الأسفل بمادة الشمع لتسهيل عملية التزحلق على الكثبان الرملية الناعمة. وكل ما كانت الكثبان الرملية ناعمة كل ما كان أفضل والتزحلق بيكون أسهل. رياضة جميلة ورخيصة وممتعة للي بيعرف يعملها. تعالوا بقى نشوف مكان تاني. أنصح أي حد يجي الفيوم لازم يروحوا مكان مشهور عالميا. تعالوا نشوفه. اسمها تونس وشهرتها سويسرا الشرق، وهي موجودة في الفيوم.
فكان في تجربة يحتذى بها على مستوى العالم. مكان جذب بطبيعته الرائعة ناس من كل بقاع العالم، فلاحين مصريين مع سويسريين وإيطاليين وفرنسيين وألمان وأسبان وإنجليز وغيرهم. كل دول يسيبوا بلدهم وييجوا يعيشوا هنا، وكمان يتكلموا عربي ويندمجوا مع الفلاحين المصريين ويعيشوا الحياة البسيطة بعيدا عن ضجيج المدن وزحمتها. قرية ريفية وفضلت ريفية، بس بقى فيها ورش ومدارس فنية وعمارة بيئية وبيوت الفلاحين وسط بيوت الأجانب ووسط الفنادق والمطاعم، بيوت وسط المزارع والنخيل على بحيرة من أقدم بحيرات العالم. مكان تدخله تشعر بالراحة والسكون والسعادة، ويراودك التفكير إنك تيجي تعيش هنا أنت كمان. لكن لازم نشوف البداية، الشخص اللي خد الخطوة الأولى وألهم الجميع. يبقى نرجع للستينات، لما فنانة سويسرية اسمها إيفلين بوري قررت إنها تيجي تعيش في المكان ده، رغم إنه ساعتها كان ما فيهوش مرافق، لا في مية ولا كهرباء ولا تليفونات. فنانة الخزف خريجة الفنون التطبيقية في سويسرا، اللي جت مصر واشتغلت مع رمسيس سويسا واصف العبقري في الحرانية في الجيزة، وشافت تجربته مع الفلاحين وهم بيصنعوا السجاد ويرسموا بالخيوط رسومات بديعة من وحي خيالهم وبالتلقائية والعفوية المبدعة اللي عندهم. اتأثرت بالتجربة، ولما زارت قرية تونس أول مرة قررت إن ده المكان اللي هبدأ منه. جت هنا وبنت بيت ومدرسة للخزف اللي قدامنا دي. البداية كانت من هنا، وشافت الأطفال وهم بيلعبوا بالطين وبينحتوا أشكال من الطبيعة حواليهم. جابتهم المدرسة وبقت تعلمهم، بس كانت بتسيبهم على فطرتهم، يطلعوا اللي عندهم، يطلعوا اللي جواهم. كانت بتقول هم يعرفوا يعملوا حاجات احنا ما نعرفش يعملها، فما كانتش بتديهم رسومات عشان يعملوا زيها، بتسيبهم يطلعوا اللي جواهم، لغاية ما بقوا فنانين. ومن الستينات وهي بتعلم أجيال وبتساعدهم يفتحوا ورش خاصة بيهم ويعرضوا منتجاتهم في معارض معروفة داخل مصر وخارجها. وبقى في بازارات بتعرض وتبيع منتجاتهم، والناس تيجي من كل حتة تشوف الفن ده وتقتنيه. الخزف وصناعته كانت هي البداية، وهي اللي خلت ناس تانية تيجي، أجانب ومصريين، تعمل فنادق ومطاعم ومشاريع. لكن إيفلين كمان من البداية وانطلاقا من بيتها ومدرستها كانت دايما عايزة تحافظ على طبيعة القرية والبنى فيها يبقى بمواد طبيعية، عشان اتأثرت بحد تاني عبقري، هو المهندس الأستاذ الدكتور حسن فتحي. عبقري تاني أثر في إيفلين. فالبنى يبقى بالطوب اللبن وبألوان من الطبيعة زي عمارة الدكتور حسن فتحي. وكانت بتكلم الناس انهم لازم يحافظوا على الطبيعة دي في المباني والمنشآت اللي بيعملوها. وبقت تعمل مهرجان سنوي هنا في قرية تونس في كل الحرف اليدوية مش الخزف بس. ماتت إيفلين رحمها الله وهي عندها 82 سنة بعد ما عاشت في قرية تونس أكتر من 50 سنة. كان نفسها تاخد الجنسية المصرية، للأسف ما خدتهاش. ليه ما تفهمش؟ دي كانت مصرية أكتر من مصريين كتير. دي ناس من اللي اتعلموا على ايد إيفلين وبقى ليهم ورشتهم الخاصة وبازاراتهم وشغلهم الخاص، وبقى يعلموا ناس تانية والدايرة هتستمر. إيفلين كمان من جمالها كانت بتقول إنها مش عايزة الناس اللي علمتهم يعملوا شغل بس للتجارة والتسويق، كانت عايزاهم يعملوا فن للفن مع الشغل التجاري، فن من اللي اتعلموه منها. إيفلين ماتت بس سابت أثر في كل أهالي القرية، غيرت ملامح القرية وغيرت مسار حياة ناس كتير، وألهمت العديد من الناس أجانب ومصريين. تجربة إيفلين ممكن تكرارها في أماكن كتير في العالم، وطبعا في قرى كتير في محافظات مصر، بس عايزة ناس فنانين ومخلصين زي إيفلين. ومش لازم يبقوا سويسريين، لا، ممكن قوي يبقوا مصريين. يا رب نلاقيهم. شكرا لحضراتكم، جزاكم الله خيرا، جعلكم الله من أصحاب الأثر والتأثير
ونفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.